نعم، أهل البدع علاقتهم بالحكام نفاق وتملق، على عكس حال أهل السنة. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: إذا دعا العالم إلى تعامل المسلم الصحيح للحاكم من منطلق إسلامي مستضيئا بهذه النصوص، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، قالوا عميل وجاسوس. مع أن علاقتهم، أي أهل البدع، الخفية بالحكام والله مخزية، ورب السماء مخزية جدا، لأن علاقتهم بهم نفاق وتقية وتملق، وما فيها نصيحة، وإلى آخره. أما أهل السنة ولله الحمد، قال بعض الناس للعلامة ابن عثيمين وفيه: يقولون إنكم أنتم تجاملون الحكام. فقال رحمه الله: لا والله، هم يجاملون الحكام، أي أهل البدع القائلين بهذا القول. قال: نحن إذا جلسنا مع الحكام ناصحناهم، وإذا جالسوهم، أي أهل البدع، داهنوا ونافقوا، أو كما قال. فعلا هذا تعاملهم مع الحكام، لا توجد نصيحة، يلقاه يتملق ولا كلام، لا نصيحة ولا شيء، ما يقدر ولا يغيد. بينما العالم السني إذا وجد فرصة مع الحاكم ناصحه، ثم لا يطعن من ورائه، يقول: والله نصحت، والله فعلت، إلى آخره. هذه أمور يراعون فيها المصالح، ويراعون فيها الحكمة، ويسيرون فيها على طريقة السلف، ما يرائي بأعماله ولا يسمع بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. رواه الترمذي، أي يوم القيامة يفضحه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وقد صدق رحمه الله، وهذا هو الواقع. نسأل الله عز وجل أن يعين أهل السنة في كل مكان.